الكرة المصرية اكبر تهريج في الدنيا. الكرة المصرية اللي واخده حيز زمني من الناس واهتمام كبير من الناس. للاسف مفيش كرة في مصر. لما الفرق كلها او اغلبيتها بيلعب بنظام الدفاع، رص نفسك ورا وربنا ييسر ونقدر نعمل هجمه مرتده. هجمه مرتده يعني ايه هجمه مرتده؟ هجمه مرتده مره في الشوط، مرتين في الشوط، ثلاثه في الشوط. لو انت بتلعب بالنظام الدفاعي لازم يكون لك 30 40 هجمه مرتده منظمه. هو الاهلي والزمالك ليه نسبه الاستحواذ بتاعتهم عاليه؟ عشان بيلعبوا فرقه ضعيفه، فرقه بتدافع بس. فانت معاك الكوره، مع ان الفرقه لو ضغطت على الاهلي والزمالك مش هيبقى عندهم نسبه استحواذ. يا فندم منتخب مصر لغايه النهارده ما عرفش يطلع بالكوره. منتخب مصر اتغلب من السنغال مره واثنين وثلاثه، ولو لعبهم 100,000 مره هيتغلب منهم مره واثنين وثلاثه، عشان فرقه مش عارفه تطلع بالكوره من تحت، لان ما تعودتش تطلع بالكوره تحت ضغط. فرقه السنغال لياقه قوه، فكانت بتضغط عليك، فعشان كده ما كنتش بتعرف تطلع بالكوره. انما الاهلي والزمالك بيبقى نسبه استحواذ وبيطلعوا بالكوره عشان اللعيبه كلها مرصوصه الناحيه الثانيه ورا. فالمدربين عندنا فكرهم عقيم، ما عندهمش فكر. فيش لعيب يستاهل 30 و40 مليون في السنه ولا 20 مليون. اقصى حاجه يوم ما اللاعب يضربه الدم هيشتري مليون او 2 مليون جنيه، ده لو لاعب دولي. لو لاعب بقاله 3 مواسم مستواه ثابت. فوق يا جماعه، فوق. ده اهدار مال عام، ده مال ناس.